انا ابويا قال لي الدنيا دي 5 دقايق بالتمام. هتقضي عمرك كله تايه من البداية للختام. هتحب ناس وتسب ناس وتشوف عجايب من البشر، والفرح مش هيعلمك الجرح يا ابن اكبر علام. اول دقيقة وانت عيل لسه سارح في البداية، فاكر ان الدنيا جنة وكل حاجة هتتوهب لك، تمشي تحلم بكرة يجي وحلم عمرك يتكتب لك. لسه قلبك خام بيلمع متصبغش سواد وهم، تطلب الحاجة ببراءة قوم ابوك بيروح يجيب لك. لسه عظمك ما استواش ولسه ايدك ناعمة نونو، ما توجعتش من ظروفك او قابلت صحاب يخونوا. قلبك ابيض عمرك ابيض، ما اتقتلتش او قتلت. الحياة بتضحك لعيل حلمه اكبر من عيونه، في الدقيقة التانية تكبر شاب وسط العشرينات، لسه عنده حاجات جميلة بس جواه جزء مات. كان مصدق انه اقوى وان كل الكون بتاعه صخرة الواقع يا سيدي، كيفها قتل الانجازات. فانت تفهم وقتها في حاجات ينفع تطولها وبرضه مش هتطول حاجات. فترة فيها هتتوجع وهتلقى ناس بتحبها يرموك بحزنك وقت ما انت وقفت ليها وجنبها. هتشوف بجد ان الحياة مش زي ما انت فهمتها، وانك ما تحكمش في بشر الا لو انت عشرتها. هتروح وتيجي وتتسحل وتحب مرة ومرتين، هتخش سكة طويلة وانت مش عارفها اخرها فين. هتلاقي ناس حلوين بجد بيسحبوك ويفرحوك، وتلاقي غيرهم ناس كتيرة بتأذي وتبكي العينين. والدقيقة التالتة تكبر تبقى واحد ليك كيانك، تبقى حوشت اللي باقي ومستعد يموت عشانك. اتوجعت كتير زمان وخدت خبرة من الوجع، وتبقى عارف امتى تفتح وامتى هتقفل ببانك. تفهم ان الدنيا كدبة وان اصدق حاجة فيها هي اهلك اللي شالوا واللي ربوك وانت ليها. بعد ما ضيعت عمرك تشتري في اشخاص باعوك، هتلاقيك بتبيع حياتك والجميع وبتشتريها. في الدقيقة الرابعة تكبر عجوز مكرمش عود ومال، ماشي بالعكاز يخبط بعد ما ربى العيال. شايف الدنيا دقايق بيحاربها تزيد شوية، وينصح الجيل اللي طالع ايه حرام وايه حلال. صحابه ماتت واللي باقي نفس حاله العمر هده، بس راضي وعادي يعني ما اللي راح مش جاي يقده. عياله كبرت مشي وكل واحد شاف طريقه، وعمره زاد عن عمر ابوه، ما بقاش خلاص يعرف يعده. والدقيقة الخامسة وانت جسم متشال على الحديدة، الشريط يتكرر تاني وتفتكر ايام بعيدة. تبقى سامع وانت جوه خلق بره بيشتموك وخلق تانية بيمدحوك، وانت في الأوضة الجديدة يدخلوا بيك على التراب يفردوك على اللي انت منه. يجي شيخ يقرا له ربع ويدعي ليك واللازم منه، ويسيبوك وحداني تنده على الصحاب والاهل خايف. لا انت سامع ولا شايف غير شريط عمرك وزنه. والحياة بره هتمشي ومش هتعطل لما تمشي، اهلك الناس هتواسيهم ويقولوا لهم ما تحرمش. يعني البقاء لله يا طيب، كان ابوك الحاج طيب، مش عملنا خلاص واجبنا يلا نمشي. ويسيبوك وحداني تنده على الصحاب والاهل خايف، وتقول يا رب وتقول يا رب وتقول يا رب. وعجبي